بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض اول مرايه على القناه هنا عندي. تمام، هنعملها شكلها كده مختلف شويه، يا رب بس تكون لطيفه بالنسبه لكم. عملت اشكال كتيره بصراحه بس ما نزلتهاش بسبب ان انا ما عنديش مساحه تصوير، فبقى قلت بقى والله انا هصوره زي ما تيجي يا رب تنفع او تمشي. فان شاء الله هقول لكم في الفيديو ده ازاي عملنا المرايه دي بتفاصيلها بانواعها، انواع طبعا الخامات بتاعتها كلها، وهقول لكم كمان على 3 انواع لزق بنلزق بيها المرايه دي، وايه احسن نوع وتجربتي مع ال3 انواع. طبعا مش عايزه اقول لكم ان السفره رائعه رائعه، دي اخره الهاند ميد وشغل الهاند ميد اللي بناخده منه. تمام، بصوا بقى، ده فرع لولي، نص لولي كده، فرع بيتباع بالمتر. وده اشكال طبعا ورد احجام مختلفه، في حجم وسط وحجم كبير وحجم صغير، وفي اشكال كمان من الوسط ومن الكبير، اشكال كتير قوي. حتى اللولي النص لولي في منه القلب ده، وطبعا في فروع شجر كبيره ووسط برضو، وفي كمان دي الورده الصغيره وفي منها اصغر كمان. تمام، وفي منها جولد وفي منها ابيض. تمام، فحبيت بس ان انا اوريكم نبذه عن الاشكال اللي هنستخدمها. ده ورده برضو صغيره خالص بنضيفها على فوق الورد الابيض ده. الوردة بنضيفه على منديل كتب الكتاب، وعلى دلوقتي على صواني الشبكة وعلى حاجات كتيرة جدا. طيب، ادي خلصنا من انواع الورد. ده ورد بلاستيك بيتباع طبعا بأكياس كده صغيرة، حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها، حسب الكمية بيبقى فيها سعر. تمام، اول حاجة هعملها ان انا هستخدم مسدس الشمع، هثبت بيه الفرع اللولي، هحاول ان انا اعمله حوالين الدايرة. انا مش لازقة طبعا المراية. تمام، المراية بتبقى عبارة عن قطعتين خشب، قطعة مفرغة على قد المراية وقطعة مش مفرغة. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، المرايه نفسها بتبقى منفصله تماما وبتتجاب حسب ما انتوا عايزين. المرايه ممكن نعملها خشب، ممكن نعملها اكليريك. تمام، دي كده خشب، بما ان انا هدريها كلها فحرام ان انا اجيب اكليريك، هتبقى مكلفه على الفاضي، كده كده انا هدريها كلها. تمام، طيب يبقى احنا كده اول حاجه الايه، الخشب والاكليريك. طبعا الخشب فيه منه انواع، في منه الوان كمان، يعني في خشب بيبقى درجات سمك وخفيف او سميك، وفي طبعا الوان ابيض سيلفر ذهبي، الحسب اللون الخشب اللي انتوا عايزينه. تمام، طبعا الكتابه بتبقى برضو ذهبي سيلفر ابيض، حسب زي ما انتوا عايزين. تمام، طيب في كمان السيلفر المرايه ده اللي هو اسمه دبل كلر. تمام، طيب كفايه تمام بقى يا مي كده وركزنا. طيب اول حاجه هنلزق بقى بيها الايه، انا استخدمت مسدس الشمع علشان الزق بيها اللولي ده. بس الشمع لطيف جدا وحلو وسريع وكل حاجه، بس مع الخشب ده بيفك، ده حقيقي، ده اللي اكتشفته. طيب يا مي، يعني هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. تمام، انا مش مركبه المرايه، انا بس حطاها كده عشان اشوف المنظر. حطيت المكان، طبعا الكتابه هنا كانت خفيفه شويه رفيعه، فممكن بعد كده تظبطوا الكتابه تبقى سميكه براحتكم. تمام، بدات ان انا حطيت نقطه، لو انتوا خدتوا بالكم من الامير ده استخدمته معاكم في صواني الشبكه كتير جدا، فهو افضل حاجه الخشب، عشان لو هتلزقوا خشب في خشب فخليه مناسب جدا ليها. طيب بدأت ان انا احاول ان انا احافظ بس بماسك كده علشان ما نبهدلش الدنيا. وثبت الاسماء. استخدمت بقى تالت حاجة، انا كانت تالت نوع لزق استخدمه، واخدين بالكم، اللي هو الاي 7000 ده اللي انا استخدمته معاكم قبل كده في بوكيهات الورد. قلت بقى اثبت بيه اللي ورا، بما ان يعني ايه الايد اللي هنا دي ممكن تفك، فقلت لا ازاي يعني، اما اجرب ده نشوف ايه اللي هيحصل. بس هو مع الاسف بياخد وقت عشان ينشف، فالنتيجه ان انت لما بتاخد وقت عشان ينشف، لما تيجي حاجه فيها زاويه زي كده بالظبط، اللي بيحصل بقى انك لازم تحطي صباعك شويه عشان تمسكيها عشان تنشف. تمام، فهتاخد وقت منك اطول خالص وانت بتنفذي الشغل عشان تنشف معاكي. تمام، هي بتاخد كام ثانيه كده على ما بتنشف، بس ايه، هي حلوه قوي في حاجه لما تكوني حاجه عايزه تحركيها على طول، لكن بصوا حاجه فيها دورانات وكده لازم هتلاقيها اتحركت معاكي. تمام، هي بص الدوران الطويل الكبير قوي ده زي ما انا بعمل ايد عادي جدا معاكي، سيبيها تنشف. اصل انت خدي بالك انك هتنفذي حاجه زي كده قبلها بيوم، عشان تسيبيها تنشف طول الليل، عشان تبقى انت واثقه انها نشفت تماما. تمام، يعني الدوران ده كده بتاعت الايد دي عادي جدا، بس هي الحتت الصغيره، بصوا لو انتوا خدتوا بالكم المرايه هي فيها شكل كده ايه،
فيها زي طلعات كده خفيفه، الطلعات دي هي اللي كانت مشكله بالنسبه لي. تمام. جيت بقى انا حطيت بقى في النص كده لزق تاني علشان اجرب، يعني بجرب كل حاجه معاكم زي بصراحه، يعني ايه، بنقل لكم تجربتي عن التلات انواع لزق اللي انا لزقت بيهم. عايزه اقول لكم ان انا تقريبا قلت في الفيديو بي 7000 صح؟ انا قلت ايه، هو بي عشان بس اللخبطه، هو بي ولا ايه؟ والله انا نفسي اتلخبطت. عموما انتوا عارفين شكله يعني من الفيديو اللي فات. لا بي يا جماعه، بي هو تلاقي صورته عندي على التليجرام عشان اللخبطه يعني، عندي على التليجرام. انا بس معلش زهايمر اعذروني. قصيت بقى شرايط طويله كده علشان اعمل بقى كده الورد. الورد يا جماعه مهم جدا في تنسيقه وفي شكله. المرايه دي كلفت معايا كتير جدا، كميه ورد رهيبه. اللي هيقولي سعر الورده، هي مش بتتباع بالورده، هي بتتباع بالكيس. الكيس مثلا فيه 3-4 وردات حسب ما انتوا عايزين. لان كل ورد وليها سعرها. انتوا متخيلين كل شكل؟ بصوا كام شكل عندي انا، بس مبعترة 50,000 كيس كده على السفرة، فالدنيا عندي فلة. بدأت احاول احط ان اليمين يبقى زي جنب الشمال، اليمين جنب الشمال، فاهميني كده؟ اول حاجة بنرص عشوائي برضو، ايه، انتوا زي ما انتوا حابين، فاهميني؟ زي ما انتوا حابين الشكل بقى اللي انتوا عايزينه، عينيكوا زي ده ذوقكوا انتوا، ذوقكوا انتوا في الفينش بتاعكم. لو انت عروسه برضو عايزاها كامله، انا متاحه عندي كامله. الرقم على الواتساب في صندوق الوصف تحت، لينك التليجرام بتاع الخامات كلها لو انتوا عايزين خامات. على فكره عندي اشكال مرايات تانية كتير جدا، مش بس الشكل ده. الشكل ده كده خشب، في طبعا الدوران ده في منه اشكال بقى، وفي منها من فوق تاج، وفي اشكال كتيره جدا، وفي خشب وفي اكليريك. في بقى حاجة تانية خشب سيلفر، بتبقى حاجات مربعة ومثلثة، والنجمة والدوران بقى، الناس اللي شافت الحاجات اللي انا عملتها على التليجرام. فيعني ايه، ان شاء الله الخامات بتاعتها كلها لو حد عايز خاماتها هي متوفرة عندي، عايزها كاملة وجاهزة وباللون طبعا اللي انتوا عايزينه. ممكن طبعا نغير الالوان اللي هي الذهبي ده نغيره سيلفر، نغير حجم الخط، نظبطها افضل من كده بكتير. بدأت الزق الشمع. بصوا بقى التفصيل الصغير، الورد الصغير فايدته ايه؟ ان احنا نحطه فوق. انا بقيت ان انا احاول احرك فيه يمين وشمال عشان اشوف هو ثابت ولا لا، حاسه ان هو الى حد ما ثابت. بصوا شكل الورده، 4 وردات فوق بعض لحد دلوقتي، وكل واحد فيهم شكل غير التاني. ادي ال5 بتاعتهم اهي. هي بس كل فكرتهم ان كل ورده حجم مختلف، فانت بقى بتحاولي تنسقي. ممكن تعملي طبعا اليمين زي الشمال، او ممكن تعكسي زي ما انت عايزه. طبعا ناس كتير قوي ما بتعملش الكميه دي كلها، بتحط بس على قد احتياجاتها، يعني مش لازم تبقى اوفر. بس هاتي بقى ساعتها ايه، المرايه الاكليريك هتبقى طبعا لو انت عايزه تبيني الابيض منها كتير يبقى هاتي مرايه اكليريك، لكن انا عاملاها خشب عشان هداريها كلها بالورد. تمام. بصوا بقى الورده اللي في النص دي بدات ان انا احاول عشان ابين الايه، الزاويه اللي فوق دي. طيب تجربتك يا مي عن ايه؟ الشمع حلو جدا، حلو سريع وكل حاجه وبيثبت، بس بيفك. تمام، يعني هو هيفك فعلا مع الحركه. اللزق البي 7000 حلو جدا وبياخد وقت جدا زي ما قلت لكم، بياخد وقت شويه، هتساب تاني يوم عشان افضل خالص. الحاجات الصغيره اللي فوق دي بلاستيك مع بلاستيك، الشمع هيلزق تمام. وبدات بقى ان انا احط، بصوا الفروع الذهبي دي كده عشوائي. انتوا ممكن تخلوا الفروع دي اخر حاجه، هقول لكم ليه. ركبوا المرايه الاول وخلوا الفروع دي اخر حاجه، بحيث ان لو في حاجه طالعه على المرايه تبقى شكلها لطيف. بصوا بقى في خرز خالص ذهبي صغير خالص، مش عارفه باين ولا لا. نبتدي ان احنا نحطه في الورد نفسه، نحطه نداري. هنا انا لزقت بيه انا، يعني بصوا عشان اقول لكم ان جربت كله. طب يا مي، بصوا بقى ده كده كان شكلها في النهايه. يعني بعد ما عملت ده كله بالشمع وعملت بالبي 7000 وكل حاجه، عارفين عملت ايه؟ جبت الامير بتاع اللي هو الامير ده اللي انتوا عارفينه، صورته عندي على التليجرام برضو، واللي انا استخدمته معاكم في صون الشبكه قبل كده كتير قوي. عدت على كل الورد ده، لزقته في بعضه تماما علشان يبقى ثابت. طبعا عشان الزق المرايه في دي تمام، انا ما عنديش مشكله هلزقها بشمع. تمام، فانا هلزق بالشمع عادي اهو في النص عشان اثبت بيه. طبعا ما تعملوش الحركه دي، انتوا علموا الاول مكان المرايه بعدين الزقوها. انا ما اعرفش انا كنت بعمل ايه، ساعات كده بحس ان انا لما اجي اعمل الفيديو ايه الذكاء اللي انت عملتيه ده يا مي، المفروض كنت اعمل حاجه تانية. بس انا بقول لكم ناتج خبرتي المتواضعه البسيطه. الحرف بتاعها ممكن برضو تحطوا عليه لولي لو انتوا عايزين. عايزه اقول لكم ان برضو انا استخدمت الامير تاني عشان الزق الخشب نفسه في بعضه، لانه هو فك. هو بس المرايه لزقت تمام، بس الخشب نفسه فك، فانا لزقته بقى بايه، بالامير تاني. عدت على كل الوردات ده كله بالامير، فانتوا شوفوا بقى الاسلم ليكوا او انتوا حابين ايه عشان تلزقوها بيه.
وحسب برضو ذوقكم زي ما انتوا عايزين. انا استخدمت برضو كمية ورد باشكال مختلفة، وكان ده شكلها النهائي. بصوا في فصوص ذهبي كده صغيرة مع الايه، مع القلب اللي هو شبه اللولي ده، برضو حبيت ان انا اضيفها. يا رب تعجبكم.